هنعمل مع بعض في الفيديو دوت حبة قلقاس بجد تحفة يستاهلوا بقكم. هنعمله بطريقة بسيطة وبطريقة سهلة، وهنعمل مع بعض الخضرة، وكمان هنعرف في الفيديو ازاي نفرز القلقاس ونحطه في الفريزر لمدة سنة كاملة ومن غير ما يغير اللون. وهقول لكم على السر بتاعه اللي يخليكي تحتفظي بيه السنة وكمان ما يغيرش اللون معاكي. يلا مع بعض في الفيديو نتابع مع بعض ونشوف عملناه ازاي وازاي هنفرزه مع بعض. يلا يا حبايبي، يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ معاكم الفيديو. اول حاجة هسلق اللحمة. طبعا لازما المية بتاعة اللحمة تغلي، هنزل فيها ببصلاية متقطعة بأي طريقة زي ما تحبي، وهنزل بطماطماية واللوري وكمان الحبهان، وهنزل بشوية شطة وشوية فلفل أسمر. طبعا ما بحطش الملح في الأول نهائي، هو هسيبه زي ما هو كده، وأول ما هيغلي هنزل باللحمة بتاعتي. غلي معايا هوت، وهبدأ أنزل اللحمة لسه خرجوها من الفريزر، مش هسيبها تفك، هنزل بيها على طول في البوكيه جارنيه بتاعي زي ما شفنا مع بعض في البداية سلقناها ازاي، وهنسيبها لغاية ما تستوي. وفي الفترة دي هنقطع مع بعض القلقاس. أنا جايبة قلقاسية كبيرة، كانت حوالي وزنة 2 كيلو ونص أو 2 كيلو ونص إلا حاجة بسيطة. هقشرها معاكم. طبعا أنا مسحاها كويس، والسكينة بتاعتي أول ما بتيجي المادة اللي هي مزمزقة أو اللي المادة اللزجة اللي بتبقى في القلقاس، بمسح السكينة أول بأول. وأول ما قشرتها مسحتها بالفوطة معاكم زي ما احنا شايفين بفوطة نظيفة، وهبدأ أقطع القلقاس زي ما احنا شايفين. القلقاس بيبقى جامد شوية، فلازم تكون سكينة حامية، لأن القلقاس بصفة عامة تقطيعه بيبقى جامد شوية. هقطعها مكعبات بالصورة اللي هنشوفها دلوقتي. القلقاس بجد تحفة، من الأكلات اللي أنا بحبها جدا. هقطع الكمية كلها إن شاء الله وارجع لكم. قطعت معاكم القلقاسية، هي كانت قلقاسة كبيرة شوية عشان أنا جايباها هعملها على أكلتين. أنا دايما لما أجي أفرز الحاجة ما بفرزش الكمية كلها مرة واحدة وبضيعش اليوم فيها، لا، أول ما بجيب أي حاجة سواء بسلة سواء قلقاس سواء سبانخ، باخد الجزء اللي أنا عاوزاه والباقي بيتفرز. باجي في نهاية الموسم بلاقي نفسي مفرزة الحاجة بتاعتي وما خدتش وقت ولا مجهود. بقطع الكزبرة اهو. انا ما بحبش ان انا اخرطها علشان العيدان ما تجيش فيها نهائي، انا عايزة الورق بس، مش هتاخد معايا وقت نهائي. قطفتها معاكم اهو، وكمان قطعت القلقاس كل ده واللحمة على النار بتستوي. دي الكمية اللي انا هفرزها معاكم، وهقول لكم حالا على السر اللي يخليها ما تسودش معاكي نهائي ويفضل لونها زي ما هو كده. السر في عصرة الليمونة دي. عصرة الليمونة دي هتخليه يحتفظ بلونه، وتعتبر الليمون هي المادة الحافظة بتاعتي اللي أنا استخدمتها علشان أحفظ بيها القلقاس. هقلب الليمون كويس
او عصرة الليمونة دي في القلقاس. ده كيلو خزنته، ما خدش معايا الوقت اللي احنا بنعمل فيه الاكلة بتاعتنا. كل ما تجيبي قلقاس هاتي بزيادة، خزني كيلو 2 زي ما انت عاوزة، مش هياخد منك وقت، هتلاقي نفسك فرستي كل اللي انت عاوزاه، مش هياخد منك مجهود. وعيني رمضان، ربنا يا رب يعود علينا الأيام بخير يا رب. ومعايا اللحمة استوت، طبعا أنا ظبطت الحدق بتاعها، وهبدأ اخد الشوربة اللي أنا عاوزاها عشان أعمل بيها القلقاس بتاعي. وعصرت عليها عصرة ليمونة كاملة، ونزلت بواحدة مرقة، دي اختياري بس بتفرق في الطعم جدا. والشوربة معايا بتغلي اهي، هنزل بالقلقاس بتاعي. على فكرة لما هتكون مطلعاه من الفريزر ما بتسيبيش القلقاس يفك، مهمة جدا الحتة دي، ما تسيبيش الخضار بتاعك يفك، حطيها على طول وهي متجمدة. يلا مع بعض نعمل الخضرة بتاعت القلقاس دي. الكزبرة اللي انا قطفتها معاكم هبدأ اشوحها في حبة زيت، ما يكونش كتير، حبة زيت صغيرين، هبدأ اشوح فيها الكزبرة بتاعتي. الطريقة دي جميلة جدا في الخضرة، بتدي طعم رائع، احسن ما تسلقيه بالنسبة لي على الاقل، احسن ما اسلقه. وما بحبش اخرطه زي ما قلت لكم، عشان انا ما بحبش ان يكون فيها عيدان نهائي. مهما تعملي وانت مخرطاها يبقى فيها بردك حتى لو بنسبة بسيطة عيدان. هشوح فيها، وانا بشوح فيها الريحة تحفة، الريحة تحفة. شوحتها معاكم، هطفي عليه البوتاجاز واسيبه يهدى شوية. على فكرة انا ضربته في الكبة بس معلش ما صورتش الجزء ده، راحت مني. معايا معلقة من الثوم المفروم، وابدأ اخليه يدبل معايا. انا بشوح فيه لغاية ما يدبل، مش عايزاه ياخد لون عشان ما يمررش الخضرة بتاعتي. وهنزل على التومة بالكزبرة اللي انا ضربتها في الكبة بعد ما شوحتها. شايفين لونها اخضر وجميل وريحتها تحفة. معايا القلقاس استوى، ما خدش وقت نهائي، ونزلت عليه بالخضرة بعد ما استوى علشان يبقى ريحته جميلة كده وانتي بتقدميه على السفرة بتاعتك. وخلاص القلقاس معانا بقى تمام، تحفة ويدفي في الجو الشتا دوت مع حبة رز بشعرية ودايلي. وشفنا مع بعض في الفيديو ازاي فرزنا القلقاس وازاي نخليه يحتفظ باللون بتاعه، بحيث ان انت تطلعيه تستخدميه على طول كأنك جايباه دلوقتي. اللي شاف معايا الفيديو وعرف طريقتي يا ريت ما ينسانيش في اللايك والشير والسبسكرايب، وكمان كومنت يعرفني فيه انه عمله وكانت النتيجة بتاعته ايه، مع اني واثقة من النتيجة تحفة. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، مع الف سلامة يا حبايبي، مع الف سلامة، سلام عليكم.